السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع الابتدائي، معاكم مستر محمود مدرس مادة الرياضيات. إن شاء الله يا شباب هنشرح مع بعض السنة دي سنة 1448 هجريا، منهج الصف الرابع سعودي. أول درس معانا بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك الدرس الأول: القيمة المنزلية ضمن مئات الألوف. عندنا معلومة مهمة جدا، هام جدا أهو، لازم تعرف الحاجة دي. أنت عندك دورة الخانات. أول خانة معانا اسمها أو أول دورة معانا اسمها دورة الوحدات، اللي بعدها اسمها دورة الألوف. تمام كده؟ أنا مش عايزك تحفظ غير أول واحدة بس. ليه؟ لأن اللي هينطبق هنا هينطبق على اللي بعدها. فدورة الوحدات أول رقم فيها أو أول خانة فيها أو أول منزلة فيها اسمها أحاد، واللي بعدها على طول اسمها عشرات، واللي بعدها على طول اسمها مئات أو مئة. خلاص كده؟ ممكن نكتبها مئة أو نكتبها مئات. خلاص كده؟ طيب، مثلا سؤال زي ده: 3 4 5. الخمسة الأولى فالأول هنا اسمه واحد، الأربعة التانية فالتاني هنا اسمه عشرات، التلاتة هي في التالتة والتالتة هنا اسمها ايه؟ اسمها مئة. خلاص كده؟ فالرقم ده لو عايزين نقرأه بنقول ايه بقى؟ بنقول 300 عشان هو في خانة المئة. ماشي؟ احنا مش هنقوله 3 ولا هنقوله 30، هو في خانة المِيّة فهنقول 300، يبقى 345. يعني لو عايزين نرقم الترتيب بنقرأ اللي على الأحرف الأول، يعني بنقرأ ده رقم 1، ده رقم 2، اللي في النص رقم كام؟ رقم 3، يبقى 345. خلاص كده؟ تعال نشوف هنا برضه دورة الألوف فيها إيه؟ فيها برضه آحاد، وفيها برضه عشرات، وفيها برضه إيه؟ فيها برضه مئة. خلاص كده؟ فأنت دلوقتي في دورة الوحدات كنت بتقول آحاد بس، آحاد، عشرات، مئة أو مئات. خلاص كده؟ بس إنما بقى لما تخش في الألوف هتقول آحاد برضه، بس آحاد ألوف، عشرات ألوف، مئات ألوف، أو مئة ألف. خلاص كده يا عم؟ تمام؟ ده مهم جدا، لازم تكون عارفه عشان خاطر هو ده اللي هيحل لك السؤال بتاعك. ماشي يا عم؟ يبقى إحنا عندنا دورة الخانات بتاعتنا، عندنا أول دورة دورة الوحدات فيها آحاد، عشرات، مئات. بس احفظ لي دي بس. لما نخش في اللي بعدها هنقول برضو آحاد، بس آحاد ألوف، عشرات ألوف، مئات ألوف بس. ماشي يا عم؟ تعال نشوف سؤال. أول سؤال بيقول لك إيه؟ حدد تحديد القيمة المنزلية لرقم في عدد. يعني قيمته المنزلية يعني إيه؟ يعني خانة آحاد ولا عشرات ولا مئات، سواء في دورة الوحدات، سواء في دورة الوحدات أو دورة الألوف. خلاص كده؟ تعال نشوف أول سؤال. بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك اكتب القيمة المنزلية، ماشي، للرقم الذي تحته خط. والله خلاص أنا عارف، أنا حفظتهم في البداية، تعالى بقى نكتبهم تاني عشان نحفظهم: آحاد، عشرات، مئة. خلاص كده؟ دي بتاعة الوحدات. طب بتاعة الألوف نكتب فوق ألوف أهو، برضو آحاد، عشرات، مئة. فده هنقولها بس أول رقم ده هنقوله آحاد عادي، عشرات عادي، مئة عادي. إنما نخش هنا بقى في الرقم الرابع. يعني بص، ده الرقم ده، الرقم ده ترتيبه رقم 1، وده رقم 2، وده رقم 3، ده رقم 4، ده رقم 5، ده رقم كام؟ 6. كل
دورة مكونة من 3 أرقام. بص، كل دورة مكونة من كام رقم؟ مكونة من 3 أرقام. ماشي يا عم؟ تعالى بقى نشوف نشوف المثال بتاعنا. ده أول رقم يبقى أحاد. تاني عشرات، مئة، أحاد. بس أحاد إيه بقى؟ أحاد ألوف، لأن هو ده الرقم اللي تحت خط أهو. فخلاص الاتنين تكتب كده 2 جنبها أحاد ألوف بس، والموضوع خلص. ماشي. طب لو كان طلب الواحد ده التاني ده، نبدأ من الأول بقى عادي. دي أحاد، عشرات، مئات. أحاد ألوف، عشرات ألوف، مئة ألوف، صح كده؟ يبقى دي في مئات في مئات الألوف. ماشي يا عم؟ أظن ده سؤال ده سؤال سهل. أنا هديك سؤال هنا وأنت تحله. ماشي يا عم؟ يلا يا عم، أنا هعلم لك على السؤال ده. أنت بحله فين؟ بحله وتأكد من حلك. خلاص كده؟ الرقم 7 ده قيمته فين؟ 7، وأنت بقى حل. ماشي يا عم؟ اللي بعده. دخلنا بقى في جزئية مهمة جدا. أنواع الصيغ. أنواع الصيغ. بص يا عم، أنواع الصيغ عندنا 3: صيغة قياسية، ولفظية، وتحليلية. تعال الأول نبدأ باللفظية دي. اللفظية دي من الآخر بنكتب بالعربي. نكتب الأرقام باللغة العربية. باللغة العربية. خلاص كده؟ يعني بدل ما نكتب 7 مثلا كده، لا هنكتب 7. بدل ما نكتب 9 كده، لا هنكتب 9. خلاص؟ فدي سهلة. التحليلية دي بقى، دي سهلة جدا. دي القانون بتاعها أو تعريفها، دي ننزل الرقم ونخلي اللي جابله أصفار. يعني أنت مثلا بيكون عندك الرقم كده 3، 4، 5، 6. ماشي؟ يعني إيه بننزل الرقم؟ أنت عايز مين؟ أنت عايز مثلا الستة. خلاص اكتب الستة. اكتب الستة. هل الستة هنا كده جاب لها أرقام؟ لأ، خلاص يبقى 6 زي ما هي، تحط زائد. الخمسة أهي، اكتب الخمسة. 5 جاب لها مين؟ جاب ليها الست. خلاص يبقى الستة ده رقم واحد، يبقى حط 0 1، يعني 50 يعني زائد. الأربعة جاب لها مين؟ هتقول لي قبليها الخمسة وجاب لها مين؟ الستة، يعني دول رقمين، فنكتب الأربعة ونحط 0 زائد. التلاتة، التلاتة جاب لها مين؟ جاب لها الأربعة والخمسة والستة، يعني كام رقم دول؟ 3، فنكتب التلاتة ونحط 3 أصفار. بس يعني شفت الموضوع سهل ازاي؟ القياسية بقى مين؟ والله القياسية دي أصلا الطريقة العادية، دي الأرقام عادي. الأرقام بالرياضة. يعني كده مثلا 7، 5، 6، 4. بس دي كده أنواع أنواع الصيغ، لازم تكون عارفهم عشان تعرف تفرق بينهم. يبقى عندنا اللفظية نكتب بالعربي، التحليلية ننزل الرقم ونخلي اللي قبله أصفار. ماشي كده؟ والقياسية اللي هي العادي بتاعنا أصلا. ماشي؟ تعال نشوف اللي بعده. سؤال بيختبرنا بقى في الجزئية اللي فاتت. بيقول لك اكتب العدد ده. اكتب العدد ده بالصيغتين اللفظية والتحليلية. والله يا بص، تعال نحل التحليلية الأول عشان التحليلية سهلة. يبقى التحليلية. اتفقنا في التحليلية بننزل الرقم ونخلي اللي قبله صفار. يلا يا عم ابدأ نزل. اكتب الواحد واعمل زائد. هل الواحد ده قبلها أرقام؟ لأ، خلاص يبقى واحد بس. اكتب السبعة. السبعة قبلها مين؟ قبلها الواحد بس، خلاص يبقى حط 0 1. زائد. اكتب التلاتة. التلاتة قبلها مين؟ قبلها السبعة والواحد، يبقى حط كام صفر؟ 0 عشان دول رقمين. زائد. خش على التمانية. التمانية قبلها مين؟ قبلها التلاتة والسبعة والواحد، كام رقم دول؟ 3، يبقى حط كام صفر؟ 3، 1، 2، 3. زائد.
خش على الاتنين، اكتب الاتنين. الاتنين قبلها مين؟ قبلها التمانية والتلاتة والسبعة والواحد. كام رقم دول؟ أربعة، يبقى حط 4 أصفار أهم. زائد باقي لنا مين؟ الستة. ها يلا فكر معايا، حط كام صفر؟ في الستة حط كام صفر؟ في الستة هنحط 5 أصفار، صح كده؟ 1 2 3 4 5. بس يعني نخش بعد كده على مين؟ على اللفظية. اللفظية. اللفظية دي بقى عشان خاطر تحلها لازم تكون انت بتعرف تكتب الأرقام أصلا. يعني لازم تكون بتعرف الواحد بيتكتب ازاي. تعالى كده نكتبهم مع بعض. الواحد بيتكتب واحد، يعني مثلا واحد اهو، واحد. الاتنين اثنان. الكلام ده انا عامل، يعني لو انت مش عارف الكلام ده، انا عامل حصة مراجعة اول فيديو عندي في القناة، مراجعة فيها الكلام ده كله بالتفصيل. اسمها مراجعة الصف الخامس، ابحث عنها وهتلاقي الكلام ده وانا كاتبه بالتفصيل وذاكره، ماشي كده؟ فتعالى بقى نشوف نكتب اللفظية ازاي. بص يا عم، انا هكتب السؤال تاني فوق هنا كده، هنا كده عشان ايه يظهر معانا. احنا عشان نكتب الرقم ده بالصيغة اللفظية اللي هي بالعربي، لازم اولا يعني نفصلهم عن بعض. نفصلهم ازاي؟ كان عندك خانة الوحدات، بص كده، بص كده خانة الوحدات. الوحدات اهي فيها كام رقم؟ 3 احاد عشرات مئات. والالوف فيها برضو 3 احاد عشرات مئات. يبقى انت كده فهمت ان كل رقم، كل رقم بيتكتب. لحظة اما اجيب السؤال. عرفت ان كل 3 ارقام مع بعض، يعني دول كده مع بعض، دول كده مع بعض، ماشي؟ تعالى بقى نكتب دول، بنقراهم مع بعض زي كنت انا رقمت لك، كنت قلت لك دي رقم واحد، دي رقم اتنين، دي رقم تلاتة، ماشي؟ هنكتب من هنا كده اهو. خلاص كده. التلاتة دي في خانة الايه؟ في خانة المئات. هنقولها 3 ولا 30 ولا 300؟ هنقولها 300 اهي. 300 والضمة كده 100. بس يا عم، يبقى 300 71، يبقى 371 وسبعون. صح كده؟ لا مش صح، المفروض نقرأ من هنا أصلا. بنقرأ من الشمال يا ولاد. بنقرأ منين؟ بنقرأ من الشمال. احنا احنا بنقرأ من الشمال، ماشي كده؟ بس أنا كنت بوريك الرقم هنقرأه ازاي، يعني زي ما قرأنا في الأول. خلاص، برضو نفس الفكرة، ده رقم واحد، ده رقم اتنين، ده رقم كام؟ 3. يلا برضو الست هنقولها 6 ولا 600؟ هنقولها 600. 600. ممكن تكتبها كده أو تكتبها كده عادي. 600. الاتنين صح. يعني تلحم دي هنا كده، تتلحم، يعني دي صح ودي صح. يلا 600 8 وكام؟ 28. طب 8 نكتبها ازاي؟ نكتبها 8 28. وخش بقى على اللي بعديها 371 اللي لسه كنا كاتبينها من شوية، يبقى 371. بس يعني ماشي. تعال نشوف اللي بعده. تأكد من الفهم. انا كده خلصت الدرس بتاعنا، شوية أمثلة كده سريعا عشان خاطر عشان خاطر نتأكد إن أنت. بيقول لك اكتب القيمة المكانية فيما يأتي للرقم الذي تحته خط. يلا يا عم، انت بقى فهمت. دول 3 ارقام، فدول كده لوحدهم ودول كده لوحدهم، ماشي؟ دي اول خانة، خانة الآحاد، ودي خانة العشرات. خلاص، يبقى كده ال8 واكتب جنبها 10. بس الموضوع انتهى. ها، تعالى اللي بعدها. 7 دي كده آحاد، دي كده عشرات، دي كده 100. تكتب ال3 وجنبها 100. بس يا عم. اكتب ما يأتي بالصيغة التحليلية. دي سهلة جدا بقى يعني. تحليلية بننزل الرقم ونخلي البس فوق. أول رقم ال9، يكتب 9. هل ال9 قبلها حاجة؟ لأ، زائد. يكتب ال8، كتبنا ال8. 8 قبلها مين؟ ال8 أهي، قبليها ال9،
صح ولا مش صح؟ يبقى نحط صفر واحد زائد السبعة قبلها مين؟ قبليها التمانية وقبلها مين؟ التسعة، يبقى أحط كام؟ أحط صفرين، هما صفرين هما واكتب السبعة زائد اكتب الخمسة، خمسة قبلها مين؟ قبلها التلات أرقام السبعة والتمانية والتسعة، يبقى أحط تلات أصفار واحد اتنين تلاتة. ماشي كده؟ نفس الفكرة دي. أنا عايز أحل دي معاك، كنت عايز أديها لك بس أنا عايز أحلها معاك. اكتب تسعة، تسعة قبلها حاجة؟ لأ، زائد. بص بقى الصفر ده ملوش لازمة مش هنكتبه، لأن هو صفر مش له لازمة، خلاص كده؟ لأن ممكن أكتبها إيه؟ أحط الصفر وأنزل الصفر اللي قبليه، فخلاص ملهاش لازمة، فاهم؟ خش اللي بعدها، التسعة اللي بعدها نزل التسعة اللي بعدها، التسعة اللي بعدها قبلها كام رقم؟ قبلها الصفر ده والتسعة دي، يبقى نحط كام صفر قبلها رقمين يعني صفر صفر، يبقى نحط صفرين زائد التسعة التالتة قبلها كام رقم؟ قبلها تلاتة، يبقى واحد اتنين تلاتة. وأخيرا الأربعة، أنت كده فهمت من غير ما أنا أقول قبلها كام صفر؟ أربعة جدع. خش على اللي بعده. هام جدا السؤال ده بقى سؤال امتحانات، السؤال ده سؤال امتحانات. هو مديك الرقم بالصيغة الهندي بقى، اللي مذاكر بقى واللي صاحي معايا، دي الصيغة اللفظية، صح ولا مش صح كده؟ هو مديها لك باللفظية ماشي، وعايزك تكتبها بالقياسية والتحليلية. بص طالما اداك القياسية أو أي صيغة تانية غير القياسية دي، القياسية دي اللي هي بالرضا عادي، لازم تحولها لقياسية، يعني أي صيغة. بص هديك مثلا دي كده مثلا تلاتة خمسة ستة أربعة، ده الأصل بتاعنا يا ابني، ده الأصل بتاعنا، ده كده الأصل بتاعنا، ماشي كده؟ لو اداك صيغة غير الصيغة ديت غير دي لازم تحولها لدي عشان تقدر تحل، فأنا لازم أحول اللي بالعربي ده للرياضي، ماشي كده؟ خلاص تعالى نكتبها بالصيغة القياسية، يبقى القياسية، القياسية. عشان نحول بقى لازم نفهم أكبر خانة عندنا إيه؟ مئة ألف، كده دخلنا في الآلاف صح؟ يبقى أنت كده أوريدي عندك خانة الوحدات تعمل لها مربع كده، وخانة الألف تعمل لها مربع كده، تبقى فاهم إن دي كده فيها تلات أرقام، لو رقم واحد اتنين تلاتة اللي هو ده ترتيبهم يعني، وده واحد اتنين تلاتة ترتيبهم، فاهم كده؟ نكتب منين؟ بنكتب من الشمال واحنا ماشيين كده، يلا يا عم. دي كام؟ مش هو قال لك مئة ألف؟ مئة، مئة ألف وسكت، خلاص هو قال مية يعني مية، واحد صفرين، بس مئة ألف. كمل بقى اللي بعديها مئتان أو مئتين وستة وخمسون، اكتب يلا أول رقم مين كاتب هنا؟ مئتين، مئتين دي يعني اتنين، ستة كاتب الرقم التاني هنا ادي ستة اهي، وخمسين ادي الخمسة اهي، بس يعني يبقى مئة ألف ومئتين وستة وكام؟ وخمسين. خلاص التحليلية بقى انت لسه ايه؟ لسه حلينها من شوية، التحليلية. نكتب الرقم ونخلي اللي قبل صفار، الستة دي مش قبلها حاجة تنزل ستة زائد خمسة قبلها رقم واحد يبقى نحط صفر واحد، الاتنين قبلها رقمين يبقى نحط صفرين زائد، قلنا الصفرين دول ليهم لازمة؟ لا ملهمش دعوة، هننزل الواحد على طول، الواحد بقى قبليه كام رقم؟ قبليه خمسة، حط يا عم يلا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هنعدهم تاني مع بعض، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ماشي كده يا عم؟ في أسئلة تانية؟ مفيش أسئلة تانية، يبقى كده الحمد لله رب العالمين خلصنا الدرس الأول يا شباب. ربنا يكرمكم كده ويعينكم إن شاء الله. كان معكم مستر محمود محمد عبد العال مدرس مادة الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.